هنتكلم النهاردة عن حاجة الناس كتير بتشتكي منها وبتقول البطة ما رقدتش على البيض. طب البطة رقدت 10 أيام وقامت. ده في أسباب كتيرة جدا جدا للموضوع دوت. أول حاجة ممكن تكون يعني إن المكان مش نظيف، المكان ريحته مش حلوة. طيب النقل بقى ممكن تكون نقلتي البيض من مكانه، في حاجات كتيرة جدا. طيب المكان لازم يبقى نظيف. أول حاجة لازم نظافة المكان، لازم المكان يبقى نظيف جدا. تاني حاجة وهو سبب مهم جدا جدا، انك انتي نقلت البيض من مكان لمكان. لو عايزة تنقليه في طريقة لازم تنقلي بيها. اولا سبحان الملك، سبحان الملك، ان احيانا اللهم صل على رسول الله، مش احيانا، ده ثبت علميا ان البطة بتبقى فرزة ريحة في المكان، فما ينفعش انك انت تنقليها من مكان لمكان. طيب لو نقلتيها ممكن تنفع، ممكن تنفع، بس هتنقليها ازاي؟ تنقليها انك انت تلبسي جوانتي في ايدك، او ايديكي ما تبقاش مبلوله ميه خالص خالص، او ايديكي ما يبقاش ريحتها ريحه وما يبقاش ريحتها متغيره خالص. ولازم تنقلي كل المكان اللي هي كانت راقده فيه، يعني تنقليه بريشه وبترابه وبكله. تالت حاجة لازم تشيلي البطة من المكان الأول وما تشوفكيش وهي بتتنقل من مكان لمكان. رابع حاجة لما تيجي بقى تنقليها في المكان الجديد، ابقي رشي مبيد حشري واستني دقيقتين ما تدخليهاش على بال اما تروح لعين ليه، عشان يبقى المكان يا حبيبة قلبي لازم يبقى نظيف. تمام، ونقلتيها. طيب جت بقى بعد ده كله وما رقدتش، ترجعيها لنفس المكان الاولاني مرة تانية. واللي وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير فضلا وليس امرا. انا ما طولتش عليكم في فيديو النهارده اهوت. اتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا اخدتوا معلومه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.